كيقول لك الله ينجيك من شياطين الانس. كاين واحد النوع ديال الناس اللي كيبغي يأذي ناس اخرين، سواء بسبب سواء بدون سبب، حيت ما كيخافوش الله. القصه ديال هاد البنت هي مثال المعاناة اللي كيعانيوها بزاف الناس بسبب السحر. احتراما للخصوصية المتابعة ما غاديش نذكر سميتها ونسميوها سهام. سهام كتقول انا عندي 40 عام، والقصة ديالي بدات ملي كنت في العشرينات. انا بنت لي زهرية، العائلة ديالي كاملين زهريين، الوالدة الوالد وحتى خوتي وحتى الناس اللي كنتلاقاو ولا كنتزوجوا بهم حتى هما كيكونوا زهريين. وحتى انا كتاب عليا انني نتزوج بزهري، غير هو ماشي زهري اللي رباني، بالعكس شيطاني. حياتي كانت هادئة بزاف وزوينة، تزاديت في عائلة ميسورة واي حاجة كنبغيها كنلقاها. بديت قرايتي ولكن ما كملتهاش. خرجت من القرايه ودرت واحد ديبلوم ديال ليستيتيك، حيت كان كيعجبني هاد الدومين. كنت واحد البنت اللي عايشه الحياه وديما ضاحكه. المورا ما خديت داك الدبلوم خدمت في واحد الصالون حدا الدار. واحد المره جات عندي واحد السيده وانا كنقاد ليها، بقينا هضره كتجيب هضره حتى صافي تصاحبنا. انا ديك الساعه كانت عندي شي 22 عام وهي كانت كبيره عليا، ولينا كندوزو بزاف الوقت مع بعضياتنا، كنخرجوا بزاف وكنضحكوا وارتحيت ليها. في ديك الوقيته كنت ما عمرني ما دخلت عندهم للدار، العكس ديالها هي اللي كانت ديما كتجي لعندي. هما ناس ما بحالهمش. واحد النهار عرضات عليا ومشيت لعندهم، رحبوا بيا، كان باها وامها واحد اختها صغر منا. من تماك وليت كنمشي لعندهم ديما، عجبتني ديك الحياة البسيطة اللي عندهم. واحد المرة حصروني نبات عندهم، في ديك الساعة وانا بايتة معاهم هو يجي خوهم، وكانت هذيك اول مرة غادي نشوفه. هو غير شافني تصدم وبقى حال فمو فيا، عجبتو بزاف، بحال داك بنادم اللي كيشوفك كيتملك. نسيت ما نقولش لكم باللي في ديك الفترة كانت اختي غادا ترجع هي وراجلها من كندا، وداك راجلها عنده واحد صاحبه كنت كندوي انا وياه على اساس الزواج. كان باغي يتزوجني ويديني معاه لتماك، ولكن باش دخل هاد خو صاحبتي لحياتي تقلبات، ما بقيتش كنحس براسي طبيعيه، ولا كل مره وفين كيخرج ليا وكيقول لي بلي غير صدفه. بقينا هكاك حتى وليت كنخرج معاه. واحد النهار اعترف ليا وقال لي بلي كيبغيني. قلت ليه انا راه كنهضر مع واحد الراجل من كندا وغادي نتزوج به، وهو ما عجبوش الحال. قال لي انا باغيك وخليتيني حتى تعلقت بك، عاد غادي تمشي وتخليني. قلت ليه ما يمكنش، انا باغا نتزوج وندير مستقبلي. صافي تماك ساليتها معاه. من مورا ديك الوقيته اخوتي وليت كنحس براسي متعلقه بزاف بداك السيد، وليت كنحن فيه وكنفكر فيه بزاف. وليت كنقول مع راسي علاش وليت كنفكر فيه هكا. وليت كنبغيه بزاف، ولا كيبان لي غير هو من دون الناس كاملين. انا اللي كنعيط له وانا اللي كنسول فيه، ولا ما شفتوش غير نهار واحد كنبغي نحماق. المهم وصلت الوقيته اللي كانت اختي وراجلها غاديين يجيو، وجابوا معاهم حتى داك الراجل. هضروا معايا على اساس غيجيو يخطبوا، ولكن انا رفضت. قلت لهم ما عندي ما ندير به، ولا مشى حتى جاو زوجتوني ليه غادا نهرب من الدار. الوالده ديالي عيات معايا وكتقول لي واش حماقيتي، واش خرج لك العقل. قلت لها راه قلت لكم ما عندي ما ندير به، يرجع لكندا ديالو، انا باغا نتزوج بفلان. وانا عهدت لهم العائله ديالهم وفين ساكنين، تعصبوا عليا مالين الدار بزاف. ولكن انا ما كنتش واعيه راسي وما كنتش عارفه القرارات اللي كناخذ وداكشي اللي غيديوني ليه. بقينا على داك الحال، انا خدامه على راسي وكنخرج كل مره كنتلاقى به، ولا كيتحكم فيا بزاف. اي حاجه قالها ليا كيخصني نديرها، بلا ما نحس وليت كنحس براسي بحال شي مونيكا عنده كيسيرها كيف ما بغى. ما كنتش كنقدر نقول ليه لا ولا نهز فيه الراس. حتى ملي كنجلس بيني وبين راسي كنحس براسي ماشي طبيعيه، ماشي هادي شخصيتي وما عمرني ما كنت هكا. حتى من اللبس ديالي ولا كيتحكم ليا فيه، والخدمه ديالي بغاني نخرج منها. وليت كنحس بواحد الضيم طايحه ليا وواحد الغمه في قلبي. ما بقيتش ديك البنت اللي ديما فرحانه وضاحكه، وهادشي كامل بسبب هاد العلاقه اللي ولات مرضاني. عارفه راسي كنبغيه ولكن كنقول شي حاجه ماشي هي هاديك. بقوت ما كان هاد الشخص هذا مريض وبغى يتملكني، دابزني حتى مع عائلته، وكانت مدابزه لي خايبه بزاف. كنحس براسي بحال دارني في شي قرعه وسد عليا.
زيرني على الخدمه وقال لي ضروري تخرجي منها. قلت ليه لا ما يمكنش، الوالد ديالي شحال تعذب معايا وقراني، وصلني حتى لهنا وانا دابا خدامه ودرت كليانات ديالي وكنطمح باش نحل الصالون ديالي. قال لي والو ديك الخدمه ديالك ما عجبانيش وغتجلسي منها، ولكن ما سمعتش لهضرته ومشيت باش نخدم. حسيت براسي هاد المره تصرفت كيف ما بغيت وما سمعتش لهضرته. قال لي واش هذا اخر كلام عندك؟ قلت ليه داك الصباح مع دخلت للصالون كنهضر مع الناس اللي خدامين تما وكنضحكوا بيناتنا كيف العاده، حتى شويه كنبدا نغوت ربي اللي خلقني. كلشي تصدموا ما عرفوا ما يديروا ليا، كيسولوني غير مالي، ولكن انا غير كنغوت وكنجرف حوايجي. الطابليه قطعتها فوق الحمي، وليت كنقول لهم خرجوني من هنا، انا مبقيتش باغا نخدم. قلت لهم غنمشي في حالي، كنقولها وكنعاودها، وعمرني باقا نحط رجلي في هذا الصالون. عيطت له في التليفون وبديت كنبكي، لكن بيني وبين راسي كنقول مالي دايره هاد الحاله كلها. هو عجبو الحال، قلت ليه صافي هاد الخدمه ما بقاش غنرجع ليها. كنت كلي كنترعد وكنبكي. دخلت للدار درت فوطه في فمي وبديت كنغوت في الحمام وكنبكي لراسي باش ما يسمعني حد. هو ما اتصلش بيا ولا سول فيا داك النهار، حيت عارف راسو شنو داير، خدام خدمته وداير السحر ديالو. انا ديك الساعه ما كنت كنفهم والو في هادشي، اما راني كنت كنتسحر وانا ما عارفاش. وصلت الوقيته ديال الزواج، مشى لعند عائلته على اساس غيجيو معاه باش يتزوج بيا، ولكن ما وافقوش ليه حيت اصلا كانوا مدابزين معايا كاملين. قال لهم انا راه كنبغيها وكنتسطى عليها، ولكن واخا هكاك ما بغاوش يجيو معاه. مصدق جاي بوحدو، ولكن الوالد ديالي ما بغاش يعطيني ليه وقال لي حتى تجيب والديك معاك. ورجع لعند عائلته تعصب عليهم وبدا كيهرس في الدار. صافي ملي شافوه في ديك الحاله جاو معاه وداروا ليه الخاطر، جاو غير بزز منهم. كان كيحسب لهم بلي انا اللي دايره ليه شي حاجه، ولكن انا ما بيني وبين داكشي غير الخير والاحسان. عمرني ما عرفت طريق الفقه ولا مشعوذين فين جات. المهم جاو خطبوني ومن موراها درنا العرس. الوالد ديالي هو اللي تكلف بكل شيء، هو يلاه كان جاب لي شي حاجه ديال الذهب وانا كنت موافقه على كاع الشروط، المهم انني نكون معاه. ملي تزوجنا سكنني في لاكاف، من مورا ما كنت عايشه في واحد البرطمان اللي كبيره بزاف في وسط عائلتي اللي كيبغيوني، ولكن واخا هكا كنت قابله عليه. الحيوطه كاملين مقشرين والدار بارده بزاف، وليت كنحس براسي مدلوله، وكاع داكشي اللي بنيتو هاد السنين كامله ضيعته. هاد العائله اللي سكنت معاهم ومن بعد غادي نكتشف باللي هما كاملين سحاره ومشعوذين. جلسوني معاهم، كانوا باغيني نبقى تحت من عينيهم ويديروا فيا ما بغاو. زواجنا ما طولش بزاف، تقريبا شهرين ولا 3 شهور. كانوا كيهزوا لي الحوايج من بيت النعاس وكيمشيو يسحروا ليا بيهم. واحد المره كانت جاتني العاده الشهريه، دوك الملابس الداخليه ديالي خداوهم، قلبت حتى عييت وما لقيتهمش. ملي كنسولهم كيقولوا لي ما شفناش. المهم ديك الايامات دوزنا غير صداعات انا وياه، ولينا كنتقاتلوا. ما بقيتش كنحملو وما بقاش كيحملني، ولا كيقول لي ما تنسايش باللي غير شمعه مني كانت كتجيبك حتى لعندي. بدا كيعترف باللي كان كيدير ليا شي حاجه، وباللي هي اللي خلاتني نجي لعندو وانا حانيه راسي الارض. خرجت من عندهم تماك من الدار بحال شي حمقى. جات الوالده ديالي داتني وشافتني في ديك الحاله وقالت لهم بنتي ما عمرها ما كانت هكا، حيت بالفعل وصلت لواحد الدرجه ديال الحماق. مشيت للدار وجا الوالد ديالو كيرغب وكيقول لي راه خرج من الخدمه ديالو وما عندوش باش يعطيك ديك فلوس العده، هادشي من مورا ما طلقنا. قلت لي غير يمشي في حاله، انا ما عندي ما ندير بفلوسه، حتى من المحامي حنا اللي خلصناه. من مورا ما طلقت حسيت براسي بردت شويه، ما بقيتش مزيره بحال اللي كنت. 6 شهور وانا عايشه مرتاحه، ولكن من مورا ديك 6 شهور تزاد عليا الحال بزاف. وليت كنكون جالسه مع عائلتي حتى كنبدا نبكي غير بوحدي وكنغوت. عاوتاني بعض المرات كنبقى نضحك، كتجيني هستيريا ديال الضحك. وانا ناعسه كنت كنحس بحال شي واحد كيقجني، كنتخنق بزاف في الليل. وليت كنتقرع وكندير شي اصوات ما عمرني ما كنت كنديرهم. كنت كنحس بالعافيه في لحمي كامل. عاوتاني شويه كيبرد عليا الحال، كنولي باغا غير نتغطى. مشاو داوني للطبيب، ما خلينا عند من مشينا، ولكن كيقولوا لي بلي ما عندك والو. دوزت على القلب على الراس على الضيقه وحتى شي حاجه ما نفعات. هما اللي الدار فقدوا فيا الامل وكانوا غادي حماقه. كتجيني الطجه في الليل،
كنبدا نقطع في حوايجي وكنبغي نخرج. شحال من مره هربت ليهم وتبعوني، كنخرج للزنقه حفيه انا. واحد المره شداتني واحد الحاله عاوتاني في الصباح، وبديت كنغوت. الوالده ديالي مشات لعند عمتي وقالت لها عتقي لي بنتي. ومني جات وشافتني قالت لها بنتك مقيوسه اولا مملوكه كيف ما قالت لها حيت هاد الاصوات اللي كدير وهاد التقراع هذا راه ديال داكشي، وباينه عندها شي حاجه اللي قاصحه. بدات المسيره ديالي وكيجيبوا لي في الروقات. كل مره كيجيبوا لي واحد كيكون ما متمكنش، وواحد ما كيعرفش اصلا شنو عندي، واحد كينصب علينا ويدينا فلوسنا. واحد المره جا واحد الراقي، طحت وبديت كنطق بصوت ماشي ديالي. قالت لي الوالده بلي قلت لهم حيدوا لها بعدا داك السحر اللي عندها في المقبره راه مدفون تماك، وعطيتهم السميه ديال المقبره. داك الراقي بدا كيهضر مع الجن اللي فيا وقال ليه الا مشينا لتما واش تجبدو؟ قال ليه نجبدو. ملي سولو شكون دار ليا هادشي قال ليه ما بغيتش نقول لكم السميات، ولكن عطاه النعت ديالهم وقال لي راه ماشي غير انا بوحدي اللي ساكنه، راه كاين معايا بزاف، وحنا دخلناها عن طريق السحر. ما عندهاش غير سحر واحد، عندها 5 الانواع السحر. حنا ما تقناش به في الاول. الهضره داعت ما بين العائله، كل واحد وشنو ولا كيقول. حتى لواحد المره داوني عند واحد الفقيه قارئ علم الروحانيات، وتماك غيأكد لنا الهضره اللي قال الراقي، وقال لنا باللي بالفعل عندي سحر مدفون في المقبره. وقال لهم باللي راه صعيب بزاف وخاصكم تحيدوه لها في اقرب وقت، حيت تقدر دير شي حاجه في راسها ولا تبغي تاذيكم حتى نتوما. وبالفعل هادشي اللي كنت كنحس به. كان كيجيني بحال الحماق، كيجيوني شي افكار انتحاريه. شحال من مره كنفكر نلوح راسي من شي بلاصه اولا نقتل راسي. شحال من مره كنوض في الليل كنبغي نهز الموس ونمشي نقتل عائلتي. الشعر ديالي كان طويل وطاح كله تقريبا، وحتى من السنان ديالي الصف التحتاني في جهه اليسار طاح كامل، وحتى الصف الفوقاني في جهه اليسار. يعني دخلت في واحد الحاله اللي ما غيحس بيا غير اللي عاشها. صافي اتفقنا معاه على اساس غيجبدو، وعطانا النعت ديالو بالضبط فين كاين. وقلت ليه راه بصح حتى الراقي اللي جا عندي قبل منك هادشي اللي قال لينا، حيت دوا مع الجن اللي فيا. قال لي يعني داك الجن قال الحقيقه، هما في العاده كيكذبوا. المهم مشى معانا، مشينا لديك المقبره، وكان داك النهار الجمعه. كان داير دوك الطقوس ديالو غادي معانا وهو مرفوع، حتى وصلنا لجهه داك القبر. ديك المقبره كانت منسيه، بقينا غاديين معاه حتى وصلنا لبلاصه فين مدفون، وجبد ليا داك السحور. كان مدفون جنب واحد القبر اللي ما فيهش السميه، كان على شكل مربع داير بحال الزليجه وهو ملوي بالنحاس. قال لي راه مغلفينه بالنحاس باش ما يتكرفش، وخا طيح عليه الشتا ما يطرالو والو. ملي حلوه هو يجبد تصويرتي، ودايرين معاه واحد برا كبيره، وعاد الكتابه ديال الفقيه اللي كان مكتوب فيها انتحار، موت، جنون، المرض، الدمار، وعاد الجدول اللي كان راسم داك الفقيه. انا ما كنت فهمت فيه والو، ولكن هو فسروا لي وقال لي باللي راه دايرين لك الانواع والاسماء ديال الجن اللي يدخلوا فيك، وكل واحد باش مكلف. واحد اللي يحمقك، واحد اللي يمرضك، واحد اللي يخليك تبغي تقتلي ناس، الى اخره. حتى داك الجن كان من ديانات مختلفه، اليهودي، البوذي، المجوسي. بقيت كنقول مع راسي شنو داير انا في هاد الناس حتى يديروا لي هاد الحاله. الراجل كان كيدير لي السحور باش نبغيه، وعائلته كانوا كيديروها ليا باش نبعد عليه وباش يمرضوني في صحتي. بقيت كنقول اش داني انا كاع لهاد الشي كامل. المهم بدات المسيره ديالي في هاد الشي. اش غنقول لكم، 10 سنين وانا كنعاني، 10 سنين على قدام ما يجمع غير الفم. لحد الساعه راه باقي فيا الاثار ديال هاد الشي. ما خليت حتى شي راقي ولا شي فقيه، اي واحد عرفتو ولا قالوا لي على سميتو كنت كنمشي لعندو. وصلت لواحد الحاله ديال انني كنهضر مع الجن اللي في الداخل ديالي. تصوروا معايا بعض المرات كتكون الشتا والرعد والارض فازقه، كنكون جالسه في الدار حتى كيبزز عليا نخرج للزنقه، وإلا ما بغيتش ما كنحس براسي حتى كنلقى راسي على برا، ولاو كيبزو عليا باش نكمي. كنت كنفيقهم مع 7 د الصباح ونبدا نغوت ونقول لهم عطيوني كارو. الوالد وخويا كيتصدموا فيا، ولكن كيعرفوا باللي هادشي ماشي لخاطري. وفي التالي ولا كل واحد فيهم من دوك الجن اللي ساكنين فيا كيطلب ليا حاجه. علي كيقول لي خصك ديري لي الذبيحه، علي كيقول لي خصك ديري لي الليله ديالي، علي كيبغي الطبله ديالو. كل واحد وشنو كيبغي، وكل واحد فين كيجرني.
كيقولوا لي هذه الشروط ديالنا باش ترتاحي ونطلقوك. وليت كنقول ماشي مشكل، الا ما عالجونيش الرقات نقدر نلقى العلاج ديالي في هذا الشيء. زعما الا شديت معاهم الخاطر يقدروا يطلقوني بصح. ومشيت في هاد الطريق، وكل واحد فيهم كندير ليه الطقوس ديالو. وليت كندير في الطبالي وفي الحنه ما عمرني ما حملتها حتى وليت كنديرها. وليت كندير الليلات بعساوه والجدبه، والفلوس واخا ما يكونوش عندي كيحضروا، ما كنعرفهم كيفاش كيجيو ليا. غير كنوي ندير شي حاجه كيجيوني فلوسها. وداكشي كان كيتقام عليا بفلوس صحيحه، 4 المليون 5 المليون. ولكن باش ما نكذبش عليكم الفلوس ما كنعرفها كيفاش كتحضر. واخا هكاك ما كنتش مرتاحه، كنت كنقول هاد الطريق هادي ما هياش وماشي ديالي. بعض المرات كيطلعوا فيا شي جن اللي كيهضروا بالعبريه اولا بشي لغه اخرى. حتى من الجن اليهودي كان كيوقف عليا ديما وكيقول لي انا ما غنأذيكش، ولكن انا دخلت فيك وعشقتك، وخاصك تمشي في الطريق اللي انا باغي، وغنتهلا فيك. واحد الوقيته كنت مشيت في طريقه، حيت الا ما درتش داكشي اللي كيقول ليا كيجيفني، عينيا كيبغيو يخرجوا من بلاصتو. المهم ملي بديت هادشي تهدنت شويه، كيرخفوا عليا واحد الشهر ولا شهرين وكيعاودوا يطلعوا فيا وكيقولوا بلي باغيين حاجتو. وصلت 2018 الوالد ديالي توفى الله يرحمه. ديك الوقيته الوالده كانت كتخمل، لقات واحد المخده الوالد وبغات تصبنا. الوالده شدات ديك المخده ودارتها في ماكينه الصابون وبدات كدور. انا ديك الساعه كنت في الزنقه، وما حد ديك الماكينه كدور وديك المخده وانا راسي كيدور، كنحس بالدنيا كدور بيا، كنميل بوحدي. حيت ديك المخده كان فيها السحور ديالي. وليت كنقول مالي واش غنحماق. حسيت براسي غنطيح في الزنقه، ما عمر ما طرات ليا ديك الحاله. دخلت للدار طالعه في الدروج وكنت غنطيح، الارض كتمشي وتجي بيا. مشيت لعند الوالده قالت لي غير قراي القران وما تخافيش. مع حبسات ديك الماكينه الصابون حتى راسي حبس وما بقاش كيدور عليا. الغد ليه الوالده ديالي كانت كتنشف ديك المخده. انا كنت باغا نخرج شويه حتى كتعيط ليا وكتقول لي اجي تشوفي. قلت لها شنو واقع راني باغا نخرج. قالت لي قلت لك اجي. ملي مشيت عندها لقيت داك السحور اللي كانوا دايرينه في المخده، كانوا مشكلينه فحال الكلب، على شكل كلب. المهم مصوف ومبطن ومخشي داكشي فيه. قلبي بدا كيضرب بالجاد وبغى يخرج من بلاصتو. واخا انا ما بقيتش كنخاف من هادشي حيت دوزت معاه سنين وعوام. انا بحال كنت باغا غير نهرب من داكشي. قلت لها صافي خوي عليه الماء د الرقيه، دارتو في واحد البانيو. مع مشيت غادي نطلع عليه، رميت داك التليفون اللي كان في يدي وبديت كنغوت بحال رجادي. كنت كنغوت ولكن ماشي بصوتي، بحال شي واحد لداخل ديالي هو اللي كيغوت، وكان صوتو بحال مخنوق بحال مقجوج. داك خادم السحر اللي كان فيا هو اللي كان كيغوت. وفي ديك الساعه بديت كنرد. من بعد ما تقيت صافي قلت للوالده ما غاداش نخرج. خديت داك البانيو وخديت واحد المقص، كنخوي الماء د الرقيه وكنقطع في داك الشيء وكنقلب شنو فيه. بديت كنقلب فيه حتى كنلقى خصله من شعري. وهادشي طرا ليا في عرسي، حيت لقيت واحد الخصله من شعري ناقصه. ومن مورا ما دازت سنين عاد لقيتها، ولقيت فيها الضب، واحد الحيوان اللي كيسحروا به داير فحال شكل ديال بوبريس، واحد السبيب لونه صفر وهو اللي كيتقفوا به. شي حوايج اخرين اللي ما عرفتهمش. واحد الحاجه اخرى كنت متقفه على الطريق، يعني ممنوعه انني نسافر. الا سافرت كنمشي غير على قبل العلاج ديالي، اما الا كنت ناويه نسافر على قبل باش نفوج مستحيل نكمل في ديك الطريق. كنبدا نغوت وكنقول لهم رجعوني بحالي، بحال الدنيا كتكحال في عينيا. من مورا ما لقيت هاد السحور هذا حسيت براسي تفكيت شويه وبديت كنتطلق، يعني كنقدر نسافر ونخرج مع الدار. واخا هكا كنت كنشقى على راسي وباقا مكمله في طريق العلاج ديالي. ما خليت حتى شي راقي ما مشيتش لعندو. واحد الراقي معروف كنت مشيت لعندو واحد المره، هو كيعرفني مزيان. لقى عندي واحد الجن ماسوني وهو اللي دوا معاه، وقال ليه بلي عندي الشعر معقود في كرشي. المهم داك الراقي قال لي رجعي لعندي غدا باش ندير لك استفراغ. وداك الشيء اللي كان. وملي رجعت لعندو دار لي استفراغ وخرج مني داك الشعر اللي كان معقود. وتصدمت ملي شفتو. كنت مشيت عنده في 2020 هي مات يلا غتبدا كورونا. كانوا الطرقان كيتسدوا ديك الساعه. صافي من مورا مرقاني رجعت في حالي لمدينتي. انا صراحه ما كانش كتجي معايا الرقيه بزاف حيت كانت كتعذبني.
ملي رجعت لمدينتي بديت كنتفكر راجلي يامات كان كيقول لي بلي كان كيجيبني غير بشمعة، وبلي كان كيسيطر عليا، وانا كنت واخد داكشي غير بالضحك. بقات كدور ليا في بالي واحد السميه كان ديما كيقولها ليا، كيقول لي الفقيه الفلاني هو اللي كنمشي لعندو. بقيت كنسول عليه حتى عرفت باللي كاين في المدينه القديمه. دخلت لعندو سلمت عليه وبديت كندويلو على الراجل ديالي وهو يعرفو. عطاني النعت ديالو حتى البلاصه فين خدام. قلت ليه هو هذاك، وانا هي مرتو. قال لي انا كنت كندير لكم غير المحبه. قلت ليه حرام عليكم ضريتوني وخرجتوا لي على حياتي، تعذبت بزاف هادي 10 سنين وانا كنعاني. دابا نجيك من الاخر انا باغا نتعالج، شوف ليا شي حل. بدا كيهز ليا الخط وداك الشيء ويقول لي كل شيء عندك مجموع في الصدر. وبالفعل كنت كنحس ديما بواحد الثقل على الصدر ديالي، ما عمرني ما كنت كنقدر نهز الثقول ولا شي حاجه. حتى من الشقه ديال الدار كنت ديما كنعكز عليه. رساله قال لي هادشي ديالك حالو ساهل. انا تصدمت وقلت ليه كيفاش حالو ساهل؟ قال لي المهم عطيني 2000 درهم وتبعي معايا لمده 40 يوم. قلت ليه نعطيك اللي بغيتي غير فكني من هادشي، بغيت غير نبرا ورجع لحياتي. قلت مع راسي يا ما عطينا الفلوس. وبالفعل تبعت معاه 40 يوم بكاع دوك الطقوس اللي كان كيقول لي ندير، وحسيت معاه بالراحه. من بعد سنين قدرت انني نعس وانا مرتاحه، بلا ما نسمع اصوات، بلا ما نشوف والو، بلا ما نتخنق في الليل. حسيت براسي وليت شويه بخير، واخا الاثار ديال داكشي باقي معايا. حيت الناس اللي كيكونوا مقيوسين بحال هكا ما كيبراوش 100%، ولكن كنقول اللهم هكا ولا بحال شحال هادي. ما بقيتش كنطج ولا كنخرج ليهم من الدار. انا عاودت لك قصتي غير باختصار. يا ما فقها نصبوا علينا، ويا ما شفت وسمعت شي حوايج اللي ما تيقومش العقل، معاناة اللي ما نقدرش نوصفها في الكلام. بغيت غير نقول لكم ما تعاشروا مع حتى شي واحد حتى نعرفوا شكون هو، وما ندخلوا حتى لشي دار حتى نعرفوا شكون مواليها، ونتجنبوا ما امكن ناكلوا عند الناس، حيت ما بقات ثقه في هذا الوقت. تخيلوا معايا 10 سنين ضاعت من حياتي وانا كنقلب على الشفاء، ما درت فيها والو هاد ال10 سنين. ومني جيت نشوف لقيت راسي عندي 40 عام. دابا ما بقيت باغيه لا زواج لا راجل لا حتى شي حاجه، وليت باغا نعيش بوحدي ونتهلا في راسي ونعوض راسي على هاد السنين اللي ضاعوا. بعض المرات كنلوم راسي وكنقول علاش درت هكاك وما سمعتش كلام والديا، ولكن عاوتاني السحور كان غالب عليا. من صغري وانا كنطمح لواحد المستقبل زوين. كنت كنقول غادي نعيش حياتي بالطول والعرض، غنمشي لبلايص اللي عمرني ما مشيت ليهم. ولكن ملي تقبط بيا السحور خرج ليا على حياتي. السحور اصعب ما كاين، وغير اللي مجربينه هما اللي عارفين بحقه. كاين اللي كيقول لك كتزيدوا فيه، اولا داكشي غير من خيالكم وصافي. بس غير نقول لكم طلبوا السلامه. حتى من القصص اللي كنسمع عليهم كنحس باي واحد، حيت انا بصح عشت داكشي. حتى من داك الحماق اللي كيكون كيدور في الزنقه كنقول الله يكون في عونه، راه حتى هو مسكين كون راه سحروا ليه. بغيت غير نقول لهم الله ياخذ فيكم الحق، كاع الناس اللي كيبغيو يأذيو ناس اخرين ولا كيبغيو يشتوا الشمل، غيجي واحد النهار وغتخلص